لكن هل سمعتوا الإعلام السعودي والإعلام المصري والإعلام الإماراتي والإعلام الإثيوبي يهدر وراح ينضموا البريكس وكذا وبريكس وكذا طاطا راح يديروا عرس البريكس وكذا؟ ما سمعناش. الدولة الوحيدة في العالم اللي رئيسها يهدر وحكومتها تهدر ووزرائها يهدر وصحافتها صحافة حك تربح تهدر والشعب داير حالة في الفيسبوك وقلب الدنيا الجزائر. رانا في البريكس، انا في البريكس، انا في البريكس. لا بريكس، لا كروسه، لا دراهم، لا سوق امك، كلش راح. انا ما سمعتش المصريين دايرين هيلوله على البريكس، ما سمعتش. وما سمعتش السعوديين، ما قريتش اصلا. نقرا الاعلام ونشوف. انا عمري ما سمعت وسيله اعلاميه سعوديه او مصريه او اماراتيه. اثيوبيا ما نقراش طبعا، ما عرفتش شنو لغتهم خلاص. لكن السعوديه ومصر والاخر نشوف، نتبع القنوات ونتبع الاخبار. ما سمعتش بلي دايرين قايطه وبنديروا بريكس بريكس. احنا اللي دايرين عرس لانهم كذبوا علينا وغلطونا وغلطوا الرئيس. والرئيس في كل مناسبه وندوه وكذا البريكس 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 البريكس. احنا قلنا خلاص فريناها البريكس. فينالمون الناس اللي ما هيش تحوس خلاص راه في البريكس، وحنا اللي محروقه قلوبنا على البريكس ما ديناش. لماذا؟ لأنه حاشية الرئيس ومستشاري الرئيس وحكومة الرئيس فاشلة. إذن علينا أن نعيد النظر في هذا المنظومة الفاسدة.